السلام عليكم. كنت الان حاليا على متن الطائره متوجهه للدوحه في قطر. الحمد لله، واحد الاجواء جميله ورائعه وممتازه بين الجمهور المغربي اللي كاين في هذه الرحله هذه. كنشوفوا اهاجيز مغربيه، كنشوفوا ثقه مراكشيه، واحد الفرحه كبيره مما كيبشر انه غتكون اجواء مغربيه محضه في الدوحه ان شاء الله. وكنستبشروا خير ان شاء الله انه المنتخب الوطني ان شاء الله يكون يقدم اداء جيد ان شاء الله. الرحله هذه تبدا اليوم في مطار محمد الخامس للدوحه ان شاء الله. اجواء رائعه في الطائره. كنتمناو ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. حنا جنود مجند وراء المنتخب ان شاء الله. نتمناو تكون نتيجه طيبه. نتمنى ان شاء الله وادي الكراكي يفرح المغاربه كاملين. في الشوق والانتظار البدايه. اول حاجه هذا فخر لنا كدوله عربيه تنظم كاس العالم، وهذا ليس فقط للعرب بل للعالم كامل، والامور الحمد لله كلها غاديه مزيان. نتمنى ان شاء الله نشوف واحد النسخه اللي تكون رائعه، وكذلك نتمنى نشوف اسود الاطلسي ارون، ولما لا ان شاء الله المرور للدور الثاني باذن الله تعالى. شكرا سي علي. عندما كاميني سبورت. اولا يعني مشكورين عدد كبير من الاعلاميين المغاربه اللي مشاو يعني لقطر من اجل التغطيه ديال كاس العالم ومسانده الفريق الوطني اللي غيجري يعني 3 مقابلات في الدوحه. كنعرفوا ان المنتخب يعني بدماء جديده، بمدرب جديد. الاعلاميين يعني مشاو يغطيو هذه التظاهره الكبيره اللي يعني كتكون دائما كل 4 سنوات. والرحله كما شفتيها زميلي رحموني، فالرحله مرت في اجواء يعني جيده. الاعلاميين يعني واخدين الراحه التامه ديالهم، وكنتمنوا ان التغطيه اللي غادي تدوم يعني واحد 20 ولا 30 يوم تدوز في اجواء يعني ممتازه وتدوز. ونتمنوا ان النخبه الوطنيه انها تحقق نتائج ايجابيه في 3 مقابلات وتأهل للدور الثاني، باش تكون يعني التغطيه عندها واحد الطعم وتكون تغطيه استثنائيه لجميع الزملاء الصحفيين. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي العطراوي، رئيس الجمعيه الرياضيه للمشجعين المنتخب الوطني المغربي. كما تتشوف حنا دابا جينا من مطار محمد الخامس ان شاء الله الى اتجاه الدوحه، لان باش نحضروا في هذه التظاهره العالميه اللي هو هذا المونديال هذا ديال 2022 اللي تتنظموا دوله قطر. الحمد لله حنا جايين كمشجعين. انت تتشوف الطائره تبارك الله عامره بالمشجعين ابتداء من 18 بيولوا الطيارات تيجيو للدوحه لان عامرين بالمشجعين. وحنا جينا ان شاء الله باش نشجعوا المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله علاش لا ندوزوا للدور الثاني ان شاء الله. ونتمنى واحد موفق للمدرب الايطالي الوطني سي والد الركراكي، وان شاء الله حنا مع المنتخب في السراء والضراء. داكوغ. الوغ ايمان غضبان جايه من مدينه مراكش باش نحضر المنتخب ديال المغرب في دوله قطر المونديال، وان شاء الله كنتمناو الفوز وكنتمناو المنتخب ديالنا ان شاء الله هذا العام يكون من المنتخبات اللي يقدروا يدوزوا الفينال، وعلاش لا نديو الكاس ان شاء الله. وحنا جايين باش نشجعوا وليدات البلاد وفرحانين بهم، واخا ما يجيبوش زعما الكاس. المهم حنا نشطوا، حنا نحضروا الفعاليات ديال المونديال واللي دايره الدوله ديال قطر هذا العام، وان شاء الله ندوزوها مزيان. المهم السلام عليكم. سميتي احمد الصبيري، واحد المشجع ديال الاسود الاطلس. انا راه ساكن في فرنسا، ولكن جيت من فرنسا للمغرب باش نقبض الطياره ونمشي نتفرج فيهم ان شاء الله في قطر، نشجعوهم ان شاء الله، حيت هذا كاس العالم ان شاء الله غادي يكون شي حاجه اللي ما دايراش وشي حاجه اللي حاسين بانه المغرب غادي تمشي فيها بعيد. فهمتيني؟ لعابه ان شاء الله داروا مقابله زوينه بجورجيا، عجبنا الحال وتشرفنا وتبارك الله. الطياره راه عامره واحد اجواء خياليه، وتشوف المحبه وكل شيء فرحان وناش مالين فينا، شي تضحك مع شي، ما كاين لا عنصريه لا والو. ان شاء الله غادي تما بواحد الهدف هو اوموان ندوزو حنا بهاد المجموعات وان شاء الله يكون الخير. فهمتيني؟ ان شاء الله غادي يكون الخير. تايقين في المدرب الركراكي في الاختيارات اللي دار، ورانا كنيتي الصابري وراه خويا سميتو الصابري حتى هو تيلعب في المنتخب. وتحيه للناس كامل وتحيه للسيد وجيما كوكاب. والسلام عليكم، الله يحفظكم ليا، الله يحفظكم.
السلام عليكم. معكم اسامه، واحد مشجع من مدينه مراكش غير على فريق كوكب مراكش على المنتخب الوطني المغربي. يعني اليوم جينا عازمين باش اننا نسيبورتيو ليكيب ناسيونال، باش اننا نحققوا دي ريزولتا اللي يكونوا ايجابيين، باش اننا نفرحوا الشعب المغربي، باش ان حتى اللعابه يفرحونا حنايا كجمهور اللي تيظل يتبع هذه الفرقه هذه، هذا المنتخب هذا. ان شاء الله نتكاليفاو من هذا الجروب، نربحوا كرواتيا ونتعادلوا مع بلجيكا، نضربوا كندا مباراه اللي في المتناول. ليكيب ناسيونال اللي عندنا يعني الا جينا نشوفوا في الكره، يعني كرواتيا ما تجمش معنا، ما بقاتش كرواتيا اللي تيعرفوا اصلا. كرواتيا تاع 2018 ماشي شي منتخب اللي كان يستاهل انه يدوز للفينال، ماشي شي منتخب اللي يستاهل انه يكون وصيف بطل العالم. المهم ما عليناش، ان شاء الله هذا العام تنتمناو اننا نوصلوا لربع النهايه. حنا تنتمناو بنادم هو اللي يتفائل، حنا متفائلين بالخير ان شاء الله. ان شاء الله غادي نربحوا وغادي نعطيو لامبوسيبل لهاد الفرقه ولهاد المنتخب هذا. وهاد الرساله للركراكي، حنا راه معاك سواء ربحتي سواء خسرتي، المهم اللي بغينا هو واحد المستقبل للكره المغربيه. يعني حتى ما نصفناش لحد في كاس العالم، بغينا الكوب دافريك تاع 2024 تكون محسومه بواحد نسبه 100%، حيت حنا كشعب مغربي دابا اكثر من 20 سنه ما عمرنا شفنا شي لقب. تنتمناو اننا نفرحوا في 2024 واحد الفرحه اللي تكون رسميه، تنتمناو اننا نرجعوا بوجه مشرف في هذا كاس العالم، ونكونوا باغمي لي ميور ايكيب ناسيونال في هذا لا كوب دي موند هاجي.